السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا بحبكم جدا يا احلى اخوات. بصوا الملوخية وجمالها اللهم بارك. هنعمل ملوخية كده زي ما انتم شايفينها، وهنقول لكم على كل تفاصيل والتكات اللي تخليها تطلع معاكي كده فيها عرق وخضرة وفي نفس الوقت يعني زي ما انتم شايفين شكلها وجمالها وطعمها كمان حكاية. هنا كنت بوريكم بقى معايا صدر فرخة كده زي ما شفت اهو، ده نص صدر فرخة كمان، يعني مش صدر فرخة كامل، ده نص صدر. هقطعه شرايح كده، هنعمل برضو بيه وصفة جميلة جدا جدا. وهنقول بقى ان يعني ده بقى ما شاء الله، يعني عملنا بصدر فرخة ما شاء الله غدوة وعشوة وما شاء الله، يعني اللهم بارك. هنعمل بيه زي ما قلت لكم كده، هنعمل بيه وليمة يعني ما شاء الله. هقطعه شرايح كده صغيرة اهو. طبعا خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه، وفيديو ده فيه افكار جميله قوي هتعجبكم للي محتار يعمل ايه غدا او عشاء. يعني كلها اكلات سريعه ووصفات سهله وسريعه وفي نفس الوقت خفيفه جدا. هنا كنت بوريكم الملوخيه، بصوا خضرها وجمالها اللهم بارك. واحنا بنقطفها كده بنقطع معاها العنقود اللي هو زي الورده من فوق كده مع بعضيه، عشان الحته اللي فيه دي اللي انا كنت بوريها لكم هي دي اللي بتدي عرق للملوخيه وبتخليها في نفس الوقت مسكره. طبعا الملوخيه دلوقتي ما شاء الله، لا هو ده اوانها ما شاء الله اللهم بارك، خضره وجميله. وملوخيه بتبقى فلاحي يعني موجوده في كل الاماكن دلوقتي. فبصراحه ربنا هي بيبقى اوانها بتبقى مسكره قوي في اوانها. هنا حطيت بقى طاسة على النار كده، وحطيت معلقة من السمنة وشوية من الزيت. وهنزل ايه بصدر الفرخة ايه اللي احنا قطعناه كده شرايح زي ايه زي الشاورما كده. هنديله تقليبة كده على النار. انا هحط هنا ايه رشة كده من الفلفل الاسمر، يعني معلقة صغيرة فلفل اسمر كده، بس هنبهر ايه الفراخ بتاعتنا. طبعا بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. وحطيت معلقة ملح كده، وهحط معلقة ايه من السبع بهارات، ومعلقة من بهارات ايه اللحم. وهنقلب ايه هنديها تقليبة كده عنها. طبعا زي ما قلت ان انا بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا، وبحب طبعا تعليقاتكم الجميلة وكومنتاتكم اللي بتسعدني وبتفرحني. ويعني يا رب يدومكم نعمة في حياتي. وعايزة اشكر كل فرد وكل حد دخل في قناتي المتواضعة، بشكركم جدا من كل قلبي. وطبعا احنا ان شاء الله مكملين مع بعض، وما تنسونيش طبعا بدعواتكم الحلوة الجميلة. وطبعا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. واللي اول مرة يشوف قناة انا وبناتي ينزل على طول يشترك عشان يوصل له كل جديد، بكل شعار بكل فيديو بننزله. هنا قلبت الفراخ زي ما شفتوا كده، هي استوت معايا. هشيلها بقى كده في قلب طبق. هنشيلها كده من الطاسة، وفي نفس الطاسة اللي احنا شغالين فيها هنحط ايه خرطت بصلايه كده تخريط صغنن اوي زي ما انتم شايفين كده. دي بصلايه يعني مش كبيره، بصلايه يعني متوسطه كده. وحطيت ايه حسيت ان السمنه شويه فيها كده، فحطيت معلقه سمنه تاني. وهقلبها كده ايه هنديها كام تقليبه كده على النار. الوصفه دي جميله قوي وهتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم، انا متاكده جدا لو جربتوها. بس يعني بصراحه ربنا اللهم بارك جميله والله في طعمها وجمالها في كل حاجه حلوه. هنا حطيت بقى ايه معلقتين من الدقيق. هنقلبهم كده مع البصلة اهو بالشكل ده. كأنك بالظبط بتعملي بشاميل، بس يعني الفرق ان احنا ايه حطينا بصلاية في الاول، فاهميني يعني فاهمين قصدي. كأننا بنعمل بشاميل بالظبط، بس احنا ايه حطينا بصلاية تدي طعم كده وبتدي سكران فيها وبتخليها حلوة قوي. قلبتها بالشكل ده. وهنزل بقى ايه اول ما احس ان الدقيق استوى كده معايا وريحته طلعت، هنزل عليه ايه بكوبايه من الحليب. يعني بصراحه ربنا وصفه سهله وسريعه ومغذيه ومفيده للاطفال وكل حاجه، وخفيفه كمان في نفس الوقت، يعني جميله جدا جدا. بصوا نزلت هنا بكوبايه من الحليب، وهنزل زيها كده بكوبايه من الميه. بصوا ابتدى يتقل معايا القوام بتاعها. هقلب كده لحد ما ايه مفككها خالص بالشكل ده. انا حطيت هنا بصراحة كوباية مية وكوباية حليب. حابة تحطي كله حليب مفيش مشكلة، حابة تحطي نص مية ونص حليب زي انا ما عملت برضو يعني هتطلع معاكي بمنتهى الجمال. حابة تحطي نص شوربة ونص حليب، او تحطي كله شوربة
في كل الحالات هي بصراحة مش محتاجة اي كلام. بس انا بحط ايه، حليب على اساس ان هي تبقى زي ايه بالظبط البشاميل، وكمان تديني قيمة غذائية للاطفال للي ما بيشربوش عندي الحليب. حطيت بقى هنا ايه اللي اداني اللون ده بقى، حطينا معلقتين من الصلصة. بصوا هنغير لون البشاميل خالص، لا معلقتين من الصلصة كده. بصوا القوام بتاعها، انا بوريكم قوامها بتبقى زي البشاميل بس تبقى اخف شوية. ده ايه يعني زي نظام ايه، زي الكريمي كده بالظبط. هقلب كده طبعا هنزل برضو بالفراخ كده زي ما شفتوا اهو عليها. عايزه اقول لكم بقى، بصوا هتشرب بقى من الصوص اللي احنا عملناه ده اللي هو زي البشاميل ده، هتشرب منه الفراخ وهتطعم بيه. مش قادره اقول لكم على الجمال وعلى الطعم. وهنبهرها برضو بشويه بهارات كده، وهنظبط ملحنا. طبعا التوابل دي لعبتك انتي بقى بصراحه، يعني التوابل اللي انتي بتحبيها ضيفيها في الاكل بتاعك. مش حاجه معينه اللي احنا لازم نقف عليها، عشان تبقوا عارفين وفاهمين القصه كلها. انا هنا حطيت بصراحه نفس البهارات اللي حطيتها في الاول هي اللي حطيتها في التاني. حابه تحطي توم باودر مفيش مشكله، بصل باودر مفيش. انا ما حبيتش بصراحه احط توم ولا الحاجات دي، علشان انا هعمل حاجات كتير بالتوم، فغيرت ايه، ما حطيتش فيها توم. هنا كانت الوصفه الاولى خلصت معايا، وهتشوفوها في اخر الفيديو احنا بنوريها لكم. بصراحه انا بحب اخرط الملوخيه بالمخرطه. اللي زيي يكتب لي في التعليقات ويقول لي انتوا زي كده بتحبوها بتخرطوا بالمخرطه كده. وعايزه اعرف بره مصر كده حبايبي اللي متابعيني، انتوا بتقولوا ايه عن الملوخيه عندكم؟ برضو ملوخيه زينا كده ولا بتسموها ايه بالظبط؟ انا عندي الكب على فكره، بس الصراحه انا برتاح للمخرطه اكتر، بميل ليها كده وبحبها. بخرطها زي ما شفتوا كده، وما بحبهاش ناعمه قوي. لازم الملوخيه تكون ناشفه تماما عشان تتخرط معاكي بسهوله وتبقى حلوه، وتبقى في نفس الوقت مسكره، ونغسلها غسله كويسه. وبعد ما ننشفها نخرطها بقى زي ما شفتوا كده. هنا كنت بوريكم بقى هنعمل بتنجان بالدقه، مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعه بقى والحلاوه. هنزل بقى ايه، عندي شويه من الشوربه، اول ما بحس ان هي هتغلي كده بروح نازله بالملوخيه. وزي ما قلت انا مش بنعم الملوخيه قوي عشان ما تسقطش في الحله من تحت. خليها ايه يعني، زي ما انتوا شايفينها كده، يعني هي باينه قدامكم اكتر ما انا هشرح لكم. هنا نزلت في الملوخيه، بالملوخيه كده في الشوربه. وعايزه اقول لكم بقى ايه معلومه مهمه، ان ما تخليش الملوخيه كتير على النار تدي، لانها كل ما بتقعد كتير على النار وتقعد تقلب كتير لونها بيغمق وبتسود. خلاص زي ما شفتوها اهي قدامكم اهي، وبسيبها عريانه كده مش بغطي الحله. هعمل بقى ايه، حطيت معلقه كده حلوه من السمنه او معلقه دهن عندك او حته من الليه، ونزلت بمعلقه توم كبيره زي ما انتم شايفين كده. وهقلبها كده. هنعمل ايه الطشه بتاعه الملوخيه. انا بعمل الملوخيه بطريقتين، طريقه بالطشه، وطريقه بصراحه ربنا تانية خالص هي اللي انا بعملها وماشيه عليها ومعتمداها بصراحه. طريقه والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه، انا ماشيه عليها، بحب اعملها قوي، بتبقى طعمها حلو. ان شاء الله برضو هعملها لكم في فيديو تاني. هنا بقى هي هعمل الطشه بتاعه الملوخيه. هنحط ايه اول ما احس ان التومه ابتدت تاخد لون كده، هننزل بنص معلقه من الكزبره. ما تكتريش كزبره قوي عشان ما يغيرلكيش طعم الملوخيه بصراحه. ونزلنا بالطشه وشهقنا شهقتنا ولمينا الدنيا علينا. بصوا الجمال، الله اللهم بارك. صراحه الملوخيه الايام دي جميله جدا مع البتنجان، مش قادره اقول لكم، مش محتاجه اي كلام بصراحه. بصوا جميله. هنا بقى نزلنا بالطشه يا مدوبك. نحط لها بقى واحده من الماجي. بصراحة أنا أساسي كده عندي لازم أحط ماجي للملوخية، مش قادرة بصراحة يعني. الموضوع ده يعني الصراحة معايا على طول من زمان. بحب الماجي جدا في الأكل الصراحة. مش عارفة بقى، هو الناس بتقول ضر، بس يعني هو أنا خدت عليه خلاص بصراحة. هنا بقى ايه، خلصت الملوخية زي ما شفتوا كده. معلش ان انا طولت عليكم الفيديو ورغينا كتير مع بعض، معلش انا بحبكم في الله جدا، عشان كده بحب اتكلم معاكم والله. هاعمل بقى البتنجان. عايزه اقول لكم البتنجان عشان يطلع ناجح معاكي ويطلع في منتهى الجمال، اللهم بارك كده، وقلبه ابيض وطري ومستوي، انا بحب اقليه بصراحه. ولو انتوا حابين ان انا اعمله لكم مسلوق ان شاء الله نعمله اللي هو بالدقه، بيبقى مسلوق من غير زيت. بس احنا بنحبه مقلي زي ما انتوا شايفين كده. توطي النار على البتنجان خالص، ما تخليش النار عاليه، لان النار لو بقت عاليه هيتحرق من بره وهيبقى من جوه ني، مش هيبقى حلو خالص معاك. البتنجان بعمله اخر حاجه في الاكل بصراحه، ولازم تعمليه تكوني جاهزه بالدقه بتاعته. تحطي التتبيله بتاعته كده فيه زي ما انتم شايفين الدقه بتاعته كده على طول. طب الدقه ايه بتعمليها يا ام البنات؟ بعمل الدقه ايه، بحط الصراحه ربنا فلفل وتوم وليمون وخل وكمون والملح. وطبعا معلقه من بصراحه ربنا كده من هريسه الشطه،
وكل الكلام الحلو ده بنقلبه ببعضيه، وبقطع طماطميتين كده وبروح مع عامله ايه دي الدقه بتاعتي ان شاء الله برضو هعملها لكم في فيديو عشان برضو تبقى ايه اشرحها لكم اكتر. شفتوا الملوخيه وجمالها عامله ازاي؟ جميله شكلها زي ما انتم شايفين اهو، ما بنسيبهاش كتير على النار. ودي الوصفه الجميله اللي بتمنى فعلا تعملوها، لان بجد بجد هتعجب اولادكم جدا. وعشان ما اطولش برضو عليكم الفيديو، بصراحه ربنا عملت كده جنبيها رز بشعريه جميل. حابه تعملي رز حبه وحبه، رز ابيض، رز مبهر، رز بسمتي، رز بالخضار، اي نوع رز انت بتحبيه مع الوصفه دي هيمشي. جميله جدا، مش قادره اقول لكم على طعمها وعلى جمالها. الله الله الله، بصراحه طبعا بندوق يعني لازم نقول راينا بامانه، لازم تجربوها. طبعا الاكل النهارده كان جميل جدا، بألف هنا وشفا للكل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والبتنجان اللهم بارك زي ما انتم شايفين، وبصوا الملوخيه وخضرها وقوامها، انا بحبها بصراحه بالقوام ده. عايزه اقول لكم بقى حاجه وقولوا لي بجد، انا بقى اللي كده ولا انتوا كمان زيي؟ انا بحب جدا جدا الرز على الملوخيه، مش عارفه شغل العيال ده مش عارفه بقى عند الناس كلها ولا عندي انا بس، يعني في ناس زي كده جميله جدا. انا كنت عايزه اكل رز على الملوخيه، بس طبعا ما رضيتش اعملها معاكم عشان ما حدش ايه يعيب عليا. بحبكم في الله وبحب تعليقاتكم الجميله، يا رب يدومكم نعمه في حياتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس